أسمر وليدي من أول يوم شفته فيه صار في عندها 3 سنين الآن. كنت أنا يعني أنا ناشطة جمعوية كذلك، كنت كذلك سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف بالنسبة لحقوق الطفل وكذا. ففي يوم من الأيام رحت للمستشفى بني مسوش باش نزور الأطفال المرضى عندهم مرضى السرطان. وأنا نتجول من غرفة لغرفة، دخلت لوحدة الغرفة فلقيت طفل يعني صغير في عمره عامين، يعني عنده تشوه خلقي، يعني ما عندوش عينين، ما يشوفش، أعمى مسكين، ما يتكلمش، عنده تشوه في الوجه، ما يمشيش. وش نقول لك، شعور ما عنديش وش نقول لك. رحت مباشرة رفدته وحسيت يعني، ولما سقسيت وشنو هو هذا الطفل، يعني وشنو المشكل تاعو المرض تاعو، زدت عرفت انه طفل يتيم وتم التخلي عنه من الام تاعو. فالقصة تاعو انه هذا الطفل يعني جاء عن طريق يعني علاقة غير شرعية. كل يوم النوم فيه، صدقيني بالله كل يوم يجيني في المنام هذاك الطفل، وكأنه الله عز وجل قال لي يعني لازم تعاوني هذا. وقمت بكل الإجراءات الإدارية اللازمة، وتكفلت عن طريق القضاء الجزائري بالطفل الأسمر، والحمد لله الآن. والحين أسمر مع العائلة؟ لا الحين أسمر راهو في المستشفى. أنه الكل يتساءل الحين. نعم الأسمر باش نطمئن الجميع أنه أسمر راهو في المستشفى، لأنه ما يقدرش يخرج من أنه يتغذى بطريقة معينة، هو يأخذ غير السوائل فقط. فالآن كنت دفعت يعني كملت كل الإجراءات الإدارية والصحية. ودفعت التأشيرة تاعو، وإن شاء الله يا رب العالمين هذه الأيام فقط تجيني التأشيرة وناخذ وليدي أسمر ونديه لفرنسا، لأني قمت بكل لازم مع مستشفى في فرنسا خاص بهذه التشوهات الخلقية. كبادئ الأمر لازم أسمر يولي يقدر يستطيع أن يأكل. فإن شاء الله فيها خير.